شاطر، واحمد عبد المنعم اللي هو ابني واصغر ابنائي اللي بيعتز بان هو يعني فرد في جماعه الاخوان، استقيل من مين؟ مش لا فانا يعني قصدت ان انا استقل بمعنى ان انا مش هرشح نفسي باسم لا حزب ولا جماعه ولا حركه، انا ارشح نفسي مستقلا باسم مصر اذا ما قررت ان ارشح نفسي، لان انا كنت بقول كل كلام في السياق ان انا افكر في هذه واستشير بعض ولي دوافعي التي تجعلني. حضرتك صعبتها عليا شويه دلوقتي كمان بالمناسبه، يعني فانا استاذن حضرتك ان انا اسال مجموعه من الاسئله هنا لتوضيح فيمكن ده اللي الصورة. خلى ان المسائل تطلع ان الدكتور يستقيل مش يستقيل، لكن هي عمليه استعفاء من الاداء الاداري طيب بمعنى ادق. جميل. لان كلمه استقاله دي وان كنت عبرت عنها انا مره في برامج، لا اخفى عليك يا استاذ يسري انها نزلت على كثير اخوان الذي اعتز باخوتهم. نعم. أنا مقدر طبعا مشاعر حضرتك، وخصوصا بعد هذا المشوار الحافل بالعطاء، وما ألم بك في أثناء هذا المشوار، واعتقالك مرات كثيرة وسجنك، ونحن نعلم الظروف الأمنية وتعامل جهاز أمن الدولة مع الشخصيات الكبيرة زي حضرتك. ولا اعتقد انني وحدي في هذه المساله، لكن ما اريد يعني توضيحه ان اعتقد انه من السهل تقبل فكره انه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لا يكون جزءا من العمل الاداري نعم بهذا التعريف داخل جماعه الاخوان المسلمين، وبين فكره ان يكون مستقلا في توجهاته السياسية وآرائه التي في بعض الأحيان لا تتسق مع الخط العام للجماعة، ولكن يعني لا أحد يتوقع في نفس الوقت أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح سيغير جلده من ناحية القناعات التي يعني تستقر الآن في القلب. نعم. ما أريد أن أسأل عنه تحديدا كده، رقم واحد، هل لا تزال عضوا عاملا في جماعة الأخوان المسلمين؟ انت بعد كل المقدمات دي لسه بتسأل الأسئلة يعني القاسية دي يعني كمزيد من يعني اصل انت لما حضرتك تقول شخص فقير زي حالاتي ان هو ما زال كذا، انا زي ما بقول لك انا حينما اتحدث عن الاخوان المسلمين اقول انا، يعني قد يكون ده في قدر من الانانية، لكن احيانا تفرض اوضاع غريبة على الانسان تجعله بيته واهله، يعني صعب انك تسأل شخص بسيط زيي وفقير زيي هو انت لسه تنتمي لعيلة ابو الفتوح؟ فانت حينما تقول لواحد لسه تنتهي هذه عائلتي، وانا قلت الكلام ده عدة مرات من قبل، لكن يبدو اللي حضرتك ذكرته ان دي مش الاخوان بالنسبة لي هي اهلي وعائلتي وبيتي، وهي يعني ماضية وحاضري ومستقبلي.